كمان اللي ساعد على نجاح الشركة عامل تاني مهم وهو سلسلة التوريد. ماكدونالدز عملت شبكة ضخمة للموردين. بدل ما كل فرع يشتري كل حاجة لحاله، الشركة نظمت شراء مركزي لمكونات أساسية. لحم. اللي قدامك ده مش بس مطعم همبرجر، ده عيلة، علامة تجارية، وآلة بيزنس. هنتكلم في الفيديو ده عن أصل ماكدونالدز، إزاي بقي إمبراطورية، وإزاي اتحول من سلسلة مطاعم إلى أقوى شركة عقارات في العالم. وكل ده كان بالصدفة تقريبا. البداية. القصة بتبدأ مع أخوين كان اسمهم ماكدونالدز. أيوة، ده كان اسمهم، وزيهم زي أي حد عادي لما بيفتح مشروع أو مطعم بيسميها على اسمه. الاتنين فتحوا مطعم في كاليفورنيا بعد الحرب العالمية الثانية. كانوا شاطرين في حاجة واحدة: يسرعوا الخدمة جدا. قللوا المنيو، نظموا الشغل زي خط إنتاج في المصنع، وخلوا كل حاجة تمشي بسرعة. الناس بتحب السرعة والكونسيستنسي، يعني تعرف تاكل أكله، طعمها شبه بعضها في أي مكان. وده كان أول سر من أسرار نجاحهم. بعد شوية جه واحد اسمه راي كروك. ده كان راجل كان بيبيع ماكينة الخبز للمطاعم، وناس بتقول إنه كان بيبيع خلاطات الآيس كريم. المهم إنه كان مندوب مبيعات عادي راح المطعم عشان يبيع لهم المنتج اللي بيبيعه. شاف النظام بتاعهم وقال ده اللي العالم محتاجه. انبهر وقرر إنه يفتح مطعم زي بتاعهم، نسخة طبق الأصل، الاسم والوصفات وكل حاجة، وده اللي بيسموه الفرانشايز. راي كروك بدأ يفتح فروع بنظام الفرانشايز، حد ياخد الامتياز يفتتح فرع باسمه، وماكدونالدز يعطيه طريقة التشغيل واللوجو. الفرانشايز خلى الانتشار سريع جدا، لأن الناس اللي فتحت الفروع كانوا هم اللي بيحطوا الفلوس والتشغيل. بس هنا بدأت اللعبة الحقيقية. راي كروك عمل نظام رقابي قوي جدا، تدريب موحد، مواصفات للمكونات، طرق للتغليف والنظافة. وهنا طلعت قوة الماركة. الزبون بيجي على اسم ماكدونالدز متوقع نفس التجربة، وده اللي بيخلي الناس تثق وتختارهم في أي بلد. كمان اللي ساعد على نجاح الشركة عامل تاني مهم وهو سلسلة التوريد. ماكدونالدز عملت شبكة ضخمة للموردين. بدل ما كل فرع يشتري كل حاجة لحاله، الشركة نظمت شراء مركزي لمكونات أساسية. لحم، خبز، بطاطس، وبكميات كبيرة. الكميات الكبيرة بتديهم سعر أقل والجودة ثابتة. فكر فيها كده، لما تشتري بالعشرات آلاف تقدر تضمن مواصفات ثابتة وتخسر تكلفة كبيرة. السر الثالث: التدريب والهوية. ماكدونالدز ما كانتش بتدرب العمال بالصدفة. افتتحوا همبرجر يونيفرسيتي، معهد لتعليم أساليب الشغل والقيادة. الشغل الظاهر بسيط، لكن وراه نظام وترتيب حقيقي. لما تعمل تدريب عالمي ومواصفات واحدة، كل فرع يطلع نفس التجربة. وهنا بقى التحول العجيب: الملكية العقارية. دلوقتي الجزء اللي ناس كتير مش واخدة بالها منه. في أصل قصة ماكدونالدز كان فيه راجل اسمه هاري سونبورن، مستشار مالي أول للشركة. الراجل ده قال لراي كروك حاجة مش بديهية: خليكم شركة عقارات بدل ما تكونوا مجرد مطاعم. الفكرة كانت بسيطة لكنها عبقرية. بدل ما تبيع الامتياز بس، اشتروا الأرض والمبنى وحطوا الفرانشايز يدفعوا إيجار ويديروا المطعم. ليه الكلام ده مهم؟ عشان لما تمتلك الأرض والمبنى بتضمن دخل ثابت ومستقر، سواء السوق كان طالع أو نازل هتتلقى إيجار. كمان بيديك كنترول أكبر على الفروع. تقدر تقف ضد فرانشايزي ماشي غلط، تقدر تغير شروط، وتتحكم في الموقع الاستراتيجي.